اهلا اهلا، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال يا رب. النهارده عامله لكم فيديو مختلف، مش فيديو روتين ولا هندخل المطبخ. النهارده هشارك معاكم لبس العيد بتاعي وبتاع اولادي، علشان تشوفوا ذوقي في اللبس عامل ازاي، كمان علشان تاخدوا منه افكار لاولادكم ولبناتكم. اول حاجه هستعرضها معاكم ده طقم العيد بتاع جنى. ده عباره كده عن جاكيت خفيف خالص صيفي، هو بيتلبس مفتوح يعني، بس انا كنت قافلاه علشان كنت مطبقاه وشايلاه في الكيسه. هوريه لكم طبعا دلوقتي على بعضه، وكل طقم هوريه لكم في الفيديو. هوريكم صوره ليه في اخر الفيديو، كل طقم على بعضه عامل ازاي. ده كده الجاكيت اللون بتاعه كشمير. جبت ليه البادي ده، هوريكم طبعا البادي لما بيتلبس من تحت بيكون شكله عامل ازاي. بصوا شكله لايق عليه جدا، لان كلمه لاف اللي موجوده على التيشيرت موجود فيها ورد لونه كشمير، فلايق جدا عليه. التيشيرت دوت قطن جايبه لها من عند النجار، والجاكيت كنت جايبه لها من عند بيليف. الطقم طبعا كله على بعضه شكله حلو قوي. كمان جبت ليه الطرحه دي، الطرحه لونها ابيض والورد فيها لونه كشمير. دي كمان التلبيسه السوري اللي هي طالعه موضه، بيلبسوها بقى البنات دلوقتي علشان الحلق ما يبانش ولا ودانهم وكده، تبقى مغطيه الجزء بتاع الشعر كله من قدام، وبتلف الطرحه عليها بالطريقه العاديه. طبعا اتعودي لما تجيبي لبس لاولادك ان اللبس يكون الخامه بتاعته قطن، خصوصا اللبس الصيفي، لان هم مش بيستحملوا الحاجات التقيله في الحر، كمان علشان ما يعرقوش بسرعه. ده البنطلون الجينز اهو زي ما احنا شايفين. شكله حلو قوي لما بتقيسي الطقم على بعضه كله بقى على بعضه بصراحه. شكله حلو قوي. ده كده طقم العيد بتاعها. انا بتمنى ان ذوق يكون عجبكم طبعا في الطقم الاولاني ده، وعايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات رايكم ايه في الالوان وفي الاذواق، والحاجه لايقه على بعضها ولا لا. طبعا طقم زي ده ما كانش هيليق عليه حاجه غير الكوتشي. جبت لها كوتشي لونه ابيض، وفي ورده كده في الجنب لونها كشمير علشان تليق عليه، مش ورده ريشتين كده، لونهم كشمير لايقين برضو على الطقم كويس جدا. طبعا انا جبت لها شنطه بيضه، بس للاسف وانا بصور المقطع ده الناس اتجنت تديني الشنطه علشان اصورها، فهوريها لكم في اخر الفيديو. ده كده الطقم على بعضه، البنطلون والجاكيت والبادي والكوتشي، وزي ما قلت لكم الشنطه لونها ابيض. هوريها لكم دلوقتي بعد المقطع ده على طول. دي بقى الشنطة أنا اقترحت عليها، قلت لها البسي شنطة أكروس هتبقى حلوة عليها قوي. الشنطة دي كان جاي معاها البوك، كان متعلق كده من الجنب، بس طبعا ما ينفعش إن هي تمشي معلقة شنطة وبوك على الطقم، هيبقى شكلها مش ظريف. قلت لها خلي البوك جوه الشنطة بحيث الشنطة بس يعني هي اللي تبقى باينة، ما ينفعش الشنطة والبوك يبقوا مع بعض، حتى لو هما كانوا أصلا بيتلبسوا كده شكلهم ما كانش ظريف. فحطينا البوك من جوه الشنطة، خامتها حلوة قوي ولونها أبيض طبعا علشان تمشي مع الكوتشي الابيض، شكلها حلو قوي. تاني طقم جبته للعيد كان الطقم بتاع بيبو. ده عبارة عن شورت وتيشيرت. هو بصراحة كل سنة بيجيب بنطلون جينز، فزهق من البنطلونات ومش بيحس ان هي مريحة بالنسبة له في اللبس، فكان عاوز السنة دي يجيب شورت. ده شورت جبردين ومعاه تيشيرت قطن زي ما احنا شايفين كده، لونهم حلو قوي، اللي هو المنت جرين الغامق والزيتي الفاتح، الاتنين لايقين مع بعض. طقم طري كده وخفيف في اللبس في الصيف، انتوا عارفين الجو بيبقى حلو، ينفع في الخروج وينفع كمان ان هو يروح بيه النادي. الطقم ده انا كنت جايباه من عند النجار. طبعا اللي مش عارف ان النجار طبعا بينزل هدوم بيت وبينزل كمان هدوم خروج. احنا كنا رايحين عشان نجيب هدوم الوقفه، ولقينا كمان عنده الطقم ده للخروج، فجبناه بالمره لان خامته كانت تحفه جدا. جبنا معاه السكتشر ده مريح جدا في اللبس. برضه هو بيحب الكوتشيات والسكتشر والحاجات دي، بتبقى حلوه قوي وعمليه. سواء طبعا دلوقتي الفتره اللي احنا فيها يتروح مثلا بيه الدروس، او مثلا يروح بيه النادي او يخرج بيه، هيبقى حلو قوي. كمان في العيد هيبقى شيك جدا. كمان الساعة دي هو كان عمال بيزن عليها بقاله فترة، مش عارفة يعني ايه الحاجة اللذيذة اللي فيها، بس يعني قلت اوريها لكم. هيلبسها في العيد الطقم كده كله مع بعضه. طبعا احنا عارفين حاجة الصبيان ما بيبقاش فيها حركات زي حاجة البنات، يعني بيبقى بنطلون وتيشيرت او شورت وتيشيرت وخلاص على كده الطقم بتاعه بيكون خلاص كمل. لو انت طبعا وصلت لغاية هنا ولسه ما حطيتليش لايك، حطي لي لايك وانزلي اكتبي لي تحت في التعليقات ايه رأيك في طقم العيد بتاع بيبو، ورأيك في طقم العيد بتاع جنى، عجبكم ذوقي فيه ولا لأ.
هنيجي بقى دلوقتي لهدوم الوقفة، وطبعا هدوم الوقفة كانت برعاية النجار. عايزة اقول لكم ان حاجة النجار حلوة جدا جدا السنة دي، وانا بصراحة ما بثقش في اي منتج غير المنتجات بتاعته. اولا لان الخامة بتاعته بتبقى قطن 100%، فبتبقى مريحة جدا في فصل الصيف كمان بالذات. زي ما قلت لكم دي البيجامة بتاعت جنى، البنطلون مشجر وتيشيرت سادة زي ما احنا شايفين كده، لونها مبهج جدا، خامتها تحفة جدا، طرية كده وناعمة زي ما قلت لكم، حاجة قطن تخلي البنت قاعدة في الصيف وهي مرتاحة، مش حاسة ان هي بتلبس حاجة بتشوكها، حاجة بوليستر، حاجه مضايقاها. انا برضو من الناس ما بحبش الحاجات البوليستر ليا ولا لولادي، بحب اختار لهم الحاجه القطن. وعايزه اقول لكم ان الاسعار معقوله جدا، يعني انا لما رحت وشفت الاسعار بصراحه ما صدقتش على الخامه وعلى الذوق ده، اسعاره حلوه جدا. وكمان برضو البيجامة بتاعت الوقفة بتاعت بيبو برضو جبتها من عند النجار. بصراحة أنا بحب لما بجرب محل ولاقي حاجته كويسة، ما بحبش أدوخ نفسي بقى وأقعد ألف في المحلات وأروح يمين وشمال وأروح محلات أنا معرفهاش والآخر الحاجة تطلع مش كويسة. لأ، لو يعني محل عرفت إن الحاجة بتاعته كويسة وثقة بجيب منه على طول بقى كل سنة وأنا مغمضة. أنا بصراحة متعودة أجيب من عند النجار من وأنا صغيرة، أنا وسيمي بنحب البيجامات بتاعته قوي. طبعا دي البيجامة بتاعت بيبو، البنطلون كده بنطكور وعليه تيشيرت. طبعا السن بتاعه السن اللي هو المحير بقى اللي احنا عارفينه، اللي هو سن 11 سنة و12 سنة، بيبقى صعب ان انت تلاقي له حاجات في الاطفال، وفي نفس الوقت بيبقى اول نمره في حاجات الكبار، فبيبقى صعب ان انت تلاقي له يعني الحاجه اللي انت عايزاها بالظبط. فطبعا جبت له دوت باعجوبه، الحاجات بقى اللي عليها عربيات وسبايدر مان وكده طبعا مش مناسبه لسنه لان هو كبر، فكان محتاج حاجه شبابي، فجبت له البنطلون كده لونه جراي غامق والتيشيرت رصاصي فاتح ومرسوم عليه كده رسومات رقيقه من الجنب. وده بقى كان الطقم بتاعي بتاع العيد. طبعا ما ينفعش ان انتي تجيبي لاولادك وما تجيبيش حاجه ليكي، ولا طبعا ده بالعكس، ده انتي يعني انتي كل في الكل كده زي ما بيقولوا، وانتي عمود البيت وانتي اساس البيت، ودي اقل حاجه طبعا تفرحي بيها نفسك بعد مجهوداتك في رمضان ومع الولاد في الدراسه وفي المذاكره. انا جبت دوت شميز لونه كافيه بس طويل تحت الركبه وتحتيه البادي الابيض وعليه بنطلون جينز. انا بحب الستايل ده في اللبس، بيعجبني جدا. بحس ان انا ماشيه كده براحتي، ما بحبش البس حاجات قصيره ولا حاجات ضيقه، حتى لو كانت دي الموضه بصراحه ما بحبش امشي وراها. بحب يعني البس على الموضه لكن الحاجه في نفس الوقت تكون شيك وتكون محترمه. جبت كمان الطرحه دي لونها كافيه كده وفيها كحلي من تحت، بحيث ان هي تعمل ماتشنج ما بين البنطلون وما بين الشميز الكافيه. وعايزه اقول لكم ان الموضه السنه دي في المحلات سيئه جدا، فانتي بتختاري الحاجه اللي بتناسبك وبتناسب شخصيتك وبتناسب ثقافتك. ما ينفعش ان احنا نجري بس ورا الموضه لمجرد ان هي حاجه طالعه موضه او ترند. جبت كمان بيجامة للوقفة، بصوا ده شكلها، البنطلون مشجر والتيشيرت سادة. البلوزة دي الطقم ده انا مش جايباه من عند النجار، انا جايباه من جروب على الفيسبوك. عجبني قوي شكل البيجامة، ولما اتأكدت ان الخامة بتاعتها قطن طلبتها وجبتها. زي ما احنا شايفين كده يعني لونها جميل وتفصيلتها جميلة، تفصيلتها زي التفصيلة اللي على الصورة بالظبط. برضو هدوم البيت انا بحب ان هي تكون قطن، ما بحبش ابقى لابسة حاجة مقريفاني ومزهقاني وانا بشتغل. كمان لو وقفت مثلا في المطبخ طبعا الجو بيكون حر ومنعرفش نشغل مراوح في المطبخ، فلازم تبقي واقفة لابسة حاجة مريحة. وطبعا زي ما بهتم بالخامة كمان بهتم بالتفصيلة، خصوصا في هدوم البيت. انا بحب اقعد في البيت ابقى حاسة كده ان انا يعني ان انا قاعدة شكلي حلو، مش لازم نبقى قاعدين في البيت مبهدلين. صحيح طول الوقت احنا واقفين في المطبخ وطول الوقت ورانا مسؤوليات كتير ومشاغل، لكن ده ما يمنعش ان احنا نهتم بنفسنا في الوقفة والعيد، لان طبعا الحاجات دي بتغير في المود بتاع الست، بتخليها تقدر ان هي تكمل. لازم تفصلي. انا واحده من الناس بحب يوم الوقفه ده يكون يوم مميز جدا بالنسبه لي، زي ما كنت قايله لكم كده في فيديوهات قبل كده، احنا عدى علينا يعني كذا عيد وكذا وقفه، وكنت بقول لكم وجهه نظري في اليومين دول بالنسبه لي بيبقوا يومين كده اجازه، يومين راحه، يومين استجمام. ممكن اليوم دوت تبقي عامله فيه اكل من قبلها بيوم، يعني قبل الوقفة مثلا بيوم او يوم الوقفة تكوني عاملة الاكل بتاع العيد ومجهزاه في الفريزر وشايلاه.
بحيث ان انتي في العيد تسخني الاكل بس، ما تقفيش وتضيعي اليوم كله في تحضير الاكل وتضيعي عليكي بهجة العيد. جبت كمان العباية دي بيتقال عليها عباية استقبال. طبعا دي طالعة موضة جدا. دي بقى من الحاجات اللي ممكن الواحد يجري فيها ورا الموضة، لان هي محترمة جدا. طبعا عباية يعني ما بيتقالش عليها حاجة غير ان هي عباية، فطبعا اكيد محترمة. حلوة قوي، ممكن يتلبس تحتيها بنطلون جينز، لان هي فيها فتحة صغيرة كده من قدام، يتلبس عليها بنطلون جينز وكوتشي، يعني حاجة اخر شياكة بصراحة. عجبتني قوي وقلت اجيبها، تنفع لو انا نازلة اجيب حاجات من تحت. تنفع كمان لصلاة العيد، تبقى حلوة قوي. تنفع كمان لصلاة التراويح، يعني عجبتني، بس انا لسه ما لبستهاش بصراحة لغاية دلوقتي. شلتها، قلت اشيلها مع المشتريات بتاعة العيد لغاية ما اعمل لكم الفيديو، لكن ما نزلتش بصراحة. عايزة اقول لكم يعني ما بيني وما بينكم الاجواء بتاعة الدراسة دي بصراحة معكننة عليا عكننة. يعني حتى اللبس انا مش عايزة البس اي حاجة جديدة، كل حاجة مستنية لما الامتحانات تخلص. اي حد يقول لي اي حاجة اقول له لما الامتحانات تخلص. هتصحي امتى، هتنامي امتى؟ لما الامتحانات تخلص. بصراحة الامتحانات جابت لي عقدة نفسية. بقول لكم حتى الحاجات الجديدة جبتها وشلتها ومش هطلعها دلوقتي. بس طبعا لازم نطلع هدوم الوقفة وهدوم العيد، ونلبس بقى ونفرح ونحتفل بالعيد، ونحس كده بالأجواء الجميلة بتاعة العيد زي ما حسينا كده بأجواء رمضان. وطبعا انتي اللي بتصنعي الاجواء الجميله دي، اذا كان في رمضان او الوقفه او العيد، انتي اللي بتصنعي الاجواء الجميله دي في بيتك. دلوقتي هكمل معاكم الكلام اللي كنت بقوله لكم، بس هوريكم الشرابات دي بتاعت بيبو. جبت له كده 3 الوان، والثلاثه التانيين بتوع جنى، علشان يعني تغير فيهم لو نزلنا يعني كذا يوم يعني في العيد وكده، فعلشان تغير فيهم. جبنا كمان توكتين، هي جابت ليها واحده وانا جبت ليها واحده. يعني عايزه اقول لكم التوك دي اساسي مع بيجامه الوقفه، لازم كمان التوكه الجديده. والتوك دي كده دبابيس صغيره جنى شبطت فيها فانا جبتها لها. ده المناكير كمان بتاع جنى، لونه كشمير غامق علشان يمشي مع طقم العيد. كمان جانا جابت اكسسوارات، مع ان هي عندها يعني، بس مش عارفه هي حبت تجيب حاجات جديده. جابت سلسله وجابت انسيال، مع ان هي عندها حاجات فضه بتلبسها، هي من عشاق الفضه، بتحب الحاجات الفضه قوي. ده الستيكر بيتحط كده على الايد او ممكن يتحط على الكتف. بتاخدي الرسمه بتحطيها كده مقلوبه على ايديكي، وبعدين بتطبطبي عليها بفوطه مبلوله وبتسيبيها شويه، بتخلعي الستيكر الكرتونه بتاعته من فوق، بتلاقي الرسمه طبعت على ايديكي. بتعمل يعني شكل حلو قوي، بتبقى نوع كده من انواع البهجة ونوع من انواع الاختلاف. الساعة دي برضو جانا جابتها زي الساعة بتاعت بيبي. وطبعا عيد يعني ملايات جديدة للسراير. طبعا احنا في العيد بقى مش هندلع المطبخ، لان احنا دلعناه في رمضان وجبنا له حاجات بما فيه الكفاية. انا وريتكم الحاجات اللي احنا جبناها طبعا في رمضان، لكن الوقفة بحب بقى ان انا احط ملاية جديدة على السراير. انا يعني اكتفيت ان انا اجيب ملاية للسرير بتاعي بس، ما جبتش بقى للولاد. قلت لما نخلص ان شاء الله احاول اظبط لهم كده طقومة جديدة. الطقم ده جايباه من نفس الجروب اللي انا جبت من عنده البيجامات اللي انا وريتها لكم. دي خامتها قطن حلوه قوي، عباره عن ملايه وكيس مخده وتربيعتين. الالوان بتاعته هاديه جدا وعجبتني. اتاكدت طبعا ان الطقم ده قطن، علشان كده انا جبته. بس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. بتمنى ان هو يكون عجبكم. مستنية رأيكم في الكومنتات ورأيكم في هدوم العيد بتاعتي انا وجانا وبيبو. عايزة كمان اعرف رأيكم في هدوم الوقفة وكمان طقم الملاية بتاع السرير. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تحطولي لايك وتشيريه لاصحابك وحبايبك علشان يستفيدوا منه، والقناة كمان تكبر اكتر واكتر بيكم. شكرا ليكم، سلام عليكم، باي باي.